السلام عليكم. اليوم حابة أسوي لكم كبة البرغل القلي. هاي الكبة طبعا تركية أصلها، وطيبة وهشة، ونقدر نخزنها بالمجمدة نضمها لفترة طويلة ما عليها شي. المقادير مالتها: برغل الكبة الناعم، عندي هنا سميد نص كوب سميد مال بسبوسة، عندي نص كوب طحين، عندي كوب بوتيتة مسلوقة ومهروسة، والبهارات مالتها كمون وبابريكا. البابريكا هي الفلفل الأحمر الحلو. عندنا هنا ملعقة كوب كمون وملعقة كوب بابريكا، وعندنا قليل من الكركم، وعندي الملح. هسه راح أشوفكم شلون راح العفو. وعندي 3 كواب مي للعجن، مي حار، 3 كواب يعني دافي مو حار كلش للعجن. هسه أشوفكم شلون راح. أول شي أخبط البرغل والسميد بس، وأخلي عليهن البهارات والملح، بس بهارات والملح، أخبطهن زين. أضيف عليهن مي، هاي هسه راح أغطيهن بالنايلون، أغطيه العفو بالنايلون، وأتركها حوالي ساعة، وأرجع لكم إن شاء الله. هسه بعد ما فاتت الساعة رجعنا لعجينتنا، راح نشوفها صارت بهالشكل. أول شي راح أضيف الهياء الطحين، وبعدين أضيف البوتيتة مسلوقة ومهروسة مثل ما قلت لكم بالمبراشة، أبرشها وأعجنها بصورة جيدة. هسه بعد ما عجنتها العجينة صارت بهالشكل. أنا محضرة طبعا القيمة، أنا ما سويت القيمة قدامكم لأن يطول عندي الفيديو. فهي عبارة عن لحم مثروم دهين شوية يكون، ويا بصل تحمسيه ينثرم البصل وينحمس وينضاف للحم المثروم والكرفس المثروم، وأخلي له بهارات مال كبة، وأخلي له خليت له العفو جوزة الطيب يعني جوزة بوة، وخليت له كمون شوية، وخليت له ملح، وحسب الرغبة. بعد كل واحد يحب الكبة مالته شلون تكون. قسم يخلوا لها دارسين، خليت لها شوية فلفل أسود هماتين، شوية نوم بصرة قسم يحبون عليها، حسب الرغبة. وهسه راح أشوفكم شلون راح ألفها. هاي أخذت شوية عجين، أسوي بهالشكل، بدي أفتحها بصبعي صورة طولانية، كيفكم تردوها بالطول تردوها عراض. والحشو نفس الشي، باللي يعجبكم، تردون بيها حشو هواية، تردون حشوها قليل، حسب ما يعجبكم. والأفضل الحشو إذا كان بيها هواية يصير أحسن. هاي صارت بهالشكل. أسوي لكم وحدة لاخ.
هسه ابدي هيك اسدها. الجهتين افرها تصير بهالشكل. اذا تردوها كب اعراض نفس الشي هماتين. نسوي هاي كرة هسه اخلي بيها الحشوة. هذا اعراض. هسه راح اقليها واشوفكم شلون تصير. هسه هاي الكبة صارت عندي جاهزة راح اقليها. هنا عندي الدهن همين زيت جاهز، طبعا زيت كمية غزيرة يعني. هسه راح ابدي اقليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله اكملها وارجع لكم. هاي طبعا ورا ما قليت هاي اول وجبة. هاي قطعت وحدة حب اشوف لكم اياها شلون صارت. طبعا كلش طيبة وهشة، وش اقول لكم عليها جربوها يعني. واللي تريد تسوي كمية اكثر من الكبة تضاعف الكمية المواد تضاعفها الكمية اللي ترغبها. والف عافية.